نبدأ أولا الشهود، أي الاجتماع بسيدنا رسول الله. يبدأ بالرؤيا المنام، والجزاء من جنس العمل. أنت كنت كل وقت تفكر فيه صلى الله عليه وآله وسلم، فينعكس ذلك على مخيلتك، على عقلك الباطن، على كذا كذا كذا، فتصير الذي كما يقول أصحاب التأويل الرؤى الذي تنشغل به في النهار تراه في المنام. طبيعي. إذا أنت انشغلت بصورة سيدنا رسول الله في مخيلتك، في الليل ستراه في المنام. هذا مع كثرة الصلاة عليه، مع الحب، مع الاعتقاد السليم، ماكش يعني تفكر فيه تفكر يعني فاسد. أبو جهل فاني شاف سيدنا رسول الله، ولكن رآه يتيم أبي طالب كما قال ساداتنا. فرق. هناك من ينظر له نظرة الخصوصية، وهناك من ينظر له نظرة النقص والعياذ بالله. فهذا لا. تبدأ بالمنام، ثم الدرجة الثانية رؤية المثال. عالم المثال هذا هو عالم الخيال المنفصل. الخيال المتصل هذا هو لا تفكر فيه درك كما راك تفكر درك، هذا الخيال المتصل. الخيال المنفصل يسمى عالم المثال. مولانا سبحانه داير واحد البرزخ ما بين الواقع المعاش الخارجي سواء كان هنا أو في عالم الغيب، وما بين ما عندك أنت، ما تتصوره أنت. كي تتصور أنت شيء وتكون لك مخيلة قوية، يخرج ينعكس ذلك من خيالك المتصل إلى خيالك المنفصل، فترى تلك الأشياء. مثال ذلك ما يحدث في المنامات. ترى العلم بشكل لبن، هذا خيال منفصل، هو مش لبن ولكن العلم. ماذا أولت يا رسول الله؟ قال أولتها العلم. لما قال أعطيت فضل شربت اللبن وأعطيت فضلتي لعمر، قالوا ما أولت يا رسول الله؟ قال أولتها بالعلم. ورؤيا الأنبياء حق. إذن كان ذلك في عالم الخيال المنفصل، أي في الرؤى. وقس على هذا. هذه الدرجة الثانية، الخيال المنفصل أي عالم المثال. قد يكون ذلك في عالم المثال في المنامات، ثم يزداد درجة إلى ما بين اليقظة والمنام، إلى ما بين اليقظة والمنام، في حالة استرخاء قريبة إلى الله. لأن الإنسان إذا أوقف الفكر هذا الحسي المادي، لا لإيجابي ولا لسلبي، توقف كل شيء، حينما يهدأ وتروح يعني الحواس خلاص عن التفكير ولا آنذاك يدخل إلى عالم المنام، يعني الرؤية، ينفصل عن هذا الكون. كذلك إذا كنت أنت في الذكر، وقف كل شيء، وحتى ولو كنت مريح، ولو كنت واقف، إذا كنت يعني عندك قوة التخيل، وقف كل شيء وابقى. تقول لي بصح أنا كي نفكر في سيدنا رسول الله هذا فكر. لا، التفكر في الحضارات الغيبية، حضرة مولانا وحضرة سيدنا رسول الله، هذا خارج عن شفت الواحد كيقعد الليل يفكر يخمم في حاجة ما يجيش رقاد. لماذا؟ لأن العقل مفتوح، العقل هذا الحسي. ولكن إلا هو خلاص استرخى ونسى كل شيء، آنذاك يروح. حينما تتفكر في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في التفكر فيه طمأنينة وراحة نفسية، آنذاك ستذهب معه. وهذه من أنجع السبل لرؤية سيدنا رسول الله في المنام. كثير يسأل كيف أرى سيدنا رسول الله في المنام؟ نقول له اجعل آخر ما تتفكر فيه تفكر في حضرته صلى الله عليه وسلم، ستذهب معه. ثم هنا بين قوسين، الكثير من المحبين لعله نقول يعني الكثير، الكثرة الكاثرة بأن يرون سيدنا رسول الله ولا يعلمون بأنهم رأوه. لأن سيدنا رسول الله لا يرى في صورته فقط يعني الجسمانية، قد يرى في صورة شيخ من المشايخ، قد يتجلى لك لا بذاته بل ببعض صفاته. يعني ترى المدينة المنورة، ترى العلم، ترى القرآن، ترى روح في مجلس العلم، هذه كلها أنوار سيدنا رسول الله. إذا أنت تمنيت أن تراه، انظر للرؤية التي رأيتها في تلك الليلة. إذا كانت رؤية إيجابية، أعرف أني أنا شفت سيدنا رسول الله. إذا كانت رؤية سلبية، أعرف أني ذاك الشيء لا يعرض بينك وبين سيدنا رسول الله. إذا في كلا الحالتين راك رأيت، في كل خير لك. أعيد، أنا مثال الليلة جبت وردي باش نشوف سيدنا رسول الله في المنام. في ذيك الليلة شفت رؤية يعني ما هي مليحة. هذيك الرؤية
نشوف الاجزاء تاعها نعرف بني ذاك الشيء ولا عارض على نفسي دون رؤيه سيدنا رسول الله، يعني لابد نزكي نفسي من هذا الامر. اما اذا رايت رؤيه حسنه ايا كانت تلك الرؤيه الحسنه اربطها ستجدها احد تجليات سيدنا رسول الله. فاذا كملت انت وارتقيت في المستوى ستتجمع تلك الانوار وتتجمع في ذاته وترى سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. هذه قلنا. أما الدرجة الثالثة هي رؤية اليقظة، الاجتماع به صلى الله عليه وآله وسلم يقظة. هناك بين هذا وذاك يعني درجات. هناك ما بين عالم المثال واليقظة مثال. عالم الخروج من هذا كما نقول خروج الروح من هنا من الجسم، وهذه عادة إذا خرجت الروح من جسم أي واحد ولي من الأولياء يكون ثابت، الجسم تاعو ثابت ماهوش يتحرك. إلا كان راه يتحرك راه الروح حاضرة معه. إلا جسمه ثبت راه خرجت الروح، ويرى سيدنا رسول الله وروحه خارجة، يعني هذا كذلك ماهوش من رؤية اليقظة. رؤية اليقظة ما هي؟ هي كما ترونني الآن، الرؤية التي تراها بحواسك كاملة. إذا نقص بعض حواسك فهي رؤية مثال، راك في حالة كالنوم ولا كالخيال المنفصل. وهذه رؤية اليقظة أعلى مستوى ما يلحق إليه الأولياء. بين ذا وذاك قلنا كثير من إذا رأيت ولم تسمع منه ولم يتكلم معك صلى الله عليه وسلم ولا أي شيء كذلك عالم مثال. أما إذا رأيت أنت بكامل حواسك وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكامل تجليه، أنا ذاك ستسمى رؤية يقظة. وهنا تدخل تلبيسات كثيرة. نعم الشيطان لا يتمثل بسيدنا رسول الله، ولكن أنت قد تكون أحوالك. لهذا يحتاج إلى شيخ تربية. دائما نقول يعني الشيخ المربي أحسن، لأنه ممكن إنسان يتيه هنا وهناك في بعض المتاهات ويظن نفسه بأنه رأى ويتمنى أن يرى ويدعي شيئا فشيئا حتى يعود عايش في متاهات. أعاذنا الله وإياكم منها. اللهم إني أعوذ بك من الدعاوى يا ربي. هذه قلنا الرؤية، رؤية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من نتائج ومن أعظم ثمرات الصلاة على سيدنا رسول الله. ما الفائدة من رؤية سيدنا رسول الله؟ الفائدة الأولى أن نزداد به تعلقا، لأنك حينما تراه في المنام ستزداد شوقا وعشقا له صلى الله عليه وسلم. وليس من رأى كمن لم يرى، وليس الخبر كالمعاينة.